ابتديت اقرع من هنا وفي النص برضه يعني من هنا انا من هنا من ناحيه ورا الناحيه هتلاقيني مقرع من الناحيه الشمال دي فعلا ابتديتها خلاص بقى. ليه 25 سنه عندي لا عايزها تلعب في شعري ولا حاجه، مش فارق معايا اي حاجه. انا عايزها تلعب في شعري. انا تمام يعني، مش دي عايزين نتجوز يعني عايزين عادي بقى عشان عادي. ما انا عايزها عشان باقي تلحقني عشان ايه؟ عشان ما تقوليش انا واخدك اقرع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست ميري وملكي. المره دي ما رضيتش اجي لكم لوحدي، فقررت ارجع للحرس القديم. الناس اللي متابعانا من اول ما بدانا الشانل يعني ناس فاكرينه، يعني اكيد فاكرينه. هاجي هتحط لقطه امام عاشور ولا لا؟ معانا ومعاكم كابتن بيدو. ازيك عامل يا ايه؟ عامل ايه يا كابتن؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام. كله حلو؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. كله انت حلو ايه بصراحه. الاخبار؟ انا تمام. اخبار الحياه مع كاس العالم ايه؟ عايز انام فاهمك. وبنشرب قهوه يعني فاهم، وهي ماشي وهي ماشيه يعني بتشرب قهوه بتنام وهي ماشي وتعيد اليوم، تصحى تعيد اليوم. صح. يعني الحمد لله. عارف تنام ولا؟ بحس يعني اهم حاجه بس كلنا نقف وقفه احترام او نقف دقيقه احداد مثلا على كاس عالم قطر، وان احنا كنا في نعمه فاهمك منسيه. كنا عطليه يعني نعمه والله العظيم، نعمه كبيره. تفتح الماتش كنا عطليه اي وقت، تفتح اي وقت، أيوة اختار اي وقت يا عم. 6 المغرب والماتشات كانت من 12 ل 10 بالليل. ده طبعا ما حدش يتكلم بقى عن الناس اللي راحت هناك كانت بتحضر ماتشين في اليوم وثلاثه في اليوم. فكك من اللي راح، احنا بنتكلم ان انت كان الماتشات من 12 ل 10 بالليل بس وخلصت ونمنا، صحينا رحنا الشغل جينا، ما كانش في شغل عشنا. كنا عواطليه يعني كمان كنا عواطليه. انت دلوقتي شغال فانت ايه؟ مش عواطلي. بس برضه حاسس دي جزء منها يعني، ده حظك في الحياه ولا ايه؟ يعني حاسس يعني فاهم. كاس العالم الوحيد اللي بس احنا برضه في كاسات عالم زمان ما حضرناهاش برضه يعني، اكيد كان فيها الاوضاع. الاهلي مثلا كان بيلعب في اليابان اللي هي الحاجات دي. لا بس انا حضرت الاهلي فيها. بس بحس الاهلي، اصل الاهلي كده 3 ماتشات يعني فاهم، اوان يا عم زادوا ب4 ماتشات قشطه يعني. انما دي بطوله محتاج مش تتفرجش بس على مصر، تتفرج على حاجات ثانيه. اساسا شهر بتفضي نفسك من الحياه، بتفضي نفسك تمام، والشهر ده مش كل 4 سنين بالظبط. خلاص ماشي الحمد لله. طب ايه رايك في الاجواء بقى بتاعت كاس العالم والافتتاحات والقصه دي؟ انا بصراحه شفت افتتاح المكسيك، وعلى عكس يعني حسيت ناس كتير ما عجبهاش، بس انا حسيت انه تمام يعني هي هم الناس. انا شايف هم الناس هو دي الهوا بتاعتهم يعني، دي الحاجه بتاعتهم يعني. هم عملوا الحاجه اللي هم بالنسبه لهم تمام اوكي. شاكيرا يعني هي الهويه بتاعتهم. بغض النظر عن شاكيرا كان في حاجات ليها علاقه يعني انت لو سمعت هتحس ان ده من المكسيك يعني، دي شكله كده افتتاح مكسيكي. ما فاهمك بس يعني طب يعني ده ولا قطر؟ ده لا، قطر عموما حاجه ثانيه. هي قطر والله العظيم مش موضوع برضو مواعيد بتاع. قطر عملت بطوله استثنائيه في كل حاجه، الموضوع في كل حاجه يعني. حتى الناس اللي راحت، الناس اللي قاعده في البيت، اي حد كان مبسوط من المونديال. فده مونديال بصراحه انا حاسس ده ما يقارنش مثلا في اخر اللي هم يعني. انا يعني بتاع 2010 ما اعتقدش كنت كبير واعي كفايه يعني ان انا ابقى فاكره. انا فاكره بس برضو يعني مش 100% طبعا، بس فاكره. بس اللي هو يعني حاسس ان ده برضو لحد 2000 يعني، من اول 2000 مثلا مش حاسس ان كان في مونديال شبه بتاع قطر يعني. حتى الناس الكبار، حاسس ده حتى من الناس الكبار اللي عاشوا المونديالات اللي فاتت دي حاسين انه لا يعني ده كان حاجه استثنائيه. الصراحه احنا نزلنا الشارع سالنا الناس وقالوا لنا ان فعلا مونديال قطر كان حاجه مميزه جدا منطقي يعني. الناس بتتفق معاك. انا حاسس ده يعني حاسس لا يعني حاسس ده بصراحه شيء صعب قوي تلاقي حد يعني صعب قوي مين اللي هو هيطلع يقول لك ده القطر اللي هو ما فيش حد هيطلع يقول لك كده. فلا بصراحه انا شفتش بقى افتتاح امريكا بصراحه وافتتاح يعني حاسس ان الحمد لله. حاسس الناس في كندا ما شافوش افتتاح كندا. الناس في امريكا ما شافوش. كان في يعني صوره كده المدرجات كانت فاضيه وبتاع. أيوة. ما اهتمتش قوي بصراحه يعني. واضح الناس هناك مش مهتمه فانا مش ههتم يعني فاهمك. طيب ايه احلى ماتش شفته لغايه النهارده؟ احلى ماتش المغرب عجبني بصراحه. ما اعرفش ده جزء منه عشان انا كنت قاعد بشجع المغرب، فده ممكن يكون عجبني عشان كنت مركز فيه قوي ومتحمس قوي المغرب. بس انا حاسس ان ده اكتر ماتش كان رايح جاي. كان في ماتش برضو من الماتشات اللي تناسب كوريا الجنوبيه والمكسيك وتشيك. كوريا الجنوبيه والتشيك يعني بس كان برضو كوريا كان من طرف واحد اكتر. كان من طرف واحد اكتر. والتشيك كده وحشه، بس كوريا يعني انا شايف كوريا ماتشات 4 الفجر دي اللي بنصلي الفجر وبنتفرج على الشهاب بنتفرج على الشوط الاول وتنام دي بالظبط. ما هي دي. بس لا اكتر اعتقد المغرب والبرازيل الشوط الاول كمان تحديدا يعني. طب انا عندي حاجه مختلفه. انا بصراحه يعني انا حاسس ان ماتش مصر كان احسن ماتش لغايه دلوقتي. احسن ماتش لحد دلوقتي. احسن ماتش. الفرقتين كانوا بيلعبوا كوره الى حد ما. الدنيا كانت رايحه جايه، كوره مش واقفه. الدنيا كانت احسن.
يعني انا بالنسبه لي اللي ينافسه الشوط الثاني من ماتش هولندا واليابان. هولندا واليابان. هولندا واليابان الشوط أنا الثاني، الشوط ما الاول اتفرجتش عليه كان وحش بتركيز جدا يعني الشوط الاول ده انا من الزهق كنت عايز انام يعني، بس الشوط واللي التاني كان حلو. بدري. الشوط الثاني كان حلو ما اتفرجتش عليه جدا. الحقيقه يعني، اتفرجت اللي هو كده، اتفرجت الشوط الاول كده ده وما كان ماتش كملتش بقى. حلو. وبالنسبه لي ماتش مصر، كان ماتش مصر وبلجيكا يا جماعه كان حلو بجد. لا كان هو ماتش كان مصر رايح جاي. وبلجيكا عامه هي بعيدا عن ان احنا كنا متحمسين للمنتخب لا لا لا، بس بعيداً انا عن ده. بالنسبه لي يعني برضو حته المفاجاه دي ان انت نزلت لقيت منتخبك بيلعب بلجيكا. ايوه اوكي يعني قوي والله. تمام ايه يعني الهبل ده يعني. بنقسم يعني ونازلين طب قبل ما وبنلعب. نروح الماتش ده نروح يعني نتكلم عن كاس العالم، لكن ماشي، نروح الماتش نروح يا عشان باشا. لو رحنا لو مش رحنا هنقعد شويه هناك. طيب قول لي رايك في ظهور المنتخبات الكبيره يعني لغايه دلوقتي مثلا. مثلا مم. فرق اسيا ما اتغلبتش ولا ماتش. مم. فرق اسيا انبيتن وعاملين اداءات خرافيه. وفي اصلا بيقول لك رقم ان كوريا الجنوبيه تقريبا ما اتغلبتش من منتخب اوروبي من 2017. مش كوريا الجنوبيه، كوريا الجنوبيه. اليابان تقريبا يعني اليابان. حاجه من الحته دي. حاجة يعني من انا مش الحتة دي. أنا فاكر ان انا قريت كوريا الجنوبيه، ما اعرفش بصراحه، مش متاكد قوي، بس يعني من 2017 ما اتغلبتش من ولا منتخب اوروبي. فده بصراحه ده رقم كبير فشخ ومهم فشخ. لا وهو كمان انا حاسس الناس محتاجه تطلع من حته ان احنا حتى ده برضو في افريقيا، حته بقى المنتخب الافريقي اللي هيجي بقى يرجع أيوة. ورا ويلعب بقى الكره الطويله وما يلاقيش حاجه يعملها. ما عادش يا جماعه الكلام ده. لا بس كاس العالم ده محدش خايف من حد. ايوه ما حدش خايف من حد، محدش خايف من وما حد. بقاش في حته ان انا اصلا انا ما عنديش بعيدا لا. عن جنوب افريقيا يعني مالناش دعوه بيهم. ما هو انا حاسس برضو جنوب افريقيا حاسس عشان ماتش الافتتاح وكده، بس حاسس لو ده ماتش مش ماتش افتتاح كانوا ممكن يبقى مش عارف بس يعني. كانوا لا دول ما جوش، دول ما سافروش. هم ما سافروش، ما احنا هنشوفهم يمكن يسافروا يعني الماتش الجاي. هي بس دي الفرقه يا جماعه اللي بتلعب الاهلي 5 كل سنه ولا هي تقريبا يعني هو يعني المفروض دي الفرقه اللي والله مش دول. ما هو انا حاسس يعني حاسس في جزء منه خضه شويه ان انت بتلعب المكسيك، وبرده كده بتوع المكسيك نازلين. بس مش اول مره تلعب فاينل يعني وقدام المكسيك برضه. مش اول مره سوري، مش اول مره تلعب تلعب كاس افتتاح عالم يعني. تلعب افتتاح قدام المكسيك. يعني ما اعرفش، حاسس ممكن يكون الجيل ده اتغير منه شويه، ف ده اللي فرق. ما اعرفش الحقيقه، بس يعني تمام يعني خلينا نشوف الماتش الجاي، الماتشين الجايين هيعملوا ايه. بس هو اجمالا يعني خلينا نقول ان ما بقاش في حته ان انا منتخب افريقي ولا منتخب عربي ولا منتخب اسيوي فهاجي بقى والنبي يا اسبانيا عايز نقطه والله. ما بقاش في الكلام ده واضح. حتى كاب فيردي كانت جايب نفس الفكره. عادي هلعب كورتي، هقفل دفاعاتي حتى لو هلعب لو بلوك. بس انا اسبانيا ايوه، بس انا عندي يعني بغض النظر على فكره ان الحظ خدمهم في كذا لقطه. وان كذا لقطه كانت ممكن يبقى فيها، بس هو راجل يعني على الاقل في حاجه. انا جاي اقدم حاجه، انا مش جاي ابيض. انا مش جاي ابيض او جاي اللي هو خروج مشرف وبتاع والحمد لله ولعبنا. لا ما ده الحلو في كاس العالم ده. ده الحلو بصراحه. ده اكتر شيء مميز حتى الان فعلا. الناس كلها جايه انا مش خايف منك. وموضوع ان كل الفرق سواء قطر او كاب فيردي، احنا كل الفرق دي خدت نقطه، هيخلي كمان الماتشات اللي جايه ليها طعم تاني، لان انت خلاص انت عايز حاجه تانية فرقت. ان الناس شافت المغرب عملت ايه في 2022. حسيت ان ايوه طب ما هي سهله يا جماعه، ما فيها يعني. اصل المغرب دي احنا بنلعبها وبنكسبها يعني فاهم. ايوه فهي قريبه، فهي مش بعيده خالص. لا فيها. وهو بصراحه يعني المغرب قدم يعني المغرب بجد في اول 10 دقايق قدام البرازيل دول ما يعني عادي جدا ان ده فرقتين كبار. البرازيل واسبانيا مثلا بيلعبوا وهم على فكره هو 7 و8 العالم يعني سادس وسابع العالم. هو في حتى كمان يعني كنت عايزها في منتخب المغرب او لو ان حتى مش الدليفري جه طيب في حته في منتخب المغرب كنت احنا عند الحته دي وفي حته كمان في ماتش المغرب انا حسيت ان هم نازلين احنا يا جماعه وصلنا هنا نص نهائي فقشطه يعني احنا واصلين نص نهائي السنه اللي فاتت. تمام يعني كنا على بعد ماتش من النهائي. لا يعني وبرده هقول يا جماعه، هقول حاجه مش عارف هتفهموها صح ولا لا، بس احنا كفرق عربيه وافريقيه بنبص لبعضنا بصت اللي هو ده انا بديله بالجزمه. ايوه في الحته دي اللي هو فاهم. فمصر مثلا او المنتخبات الافريقيه عموما لما تيجي تشوف تجربه المغرب في 2022 لو طب ما انا بكسب المغرب ده عادي تمام يعني انا ممكن اعمل يعني زيهم عادي. تمام. بلعب. المغرب الناحيه الثانيه لسه شافت البرازيل بتلعب مصر والبرازيل كسبت 2-1 بالعافيه ومصر كانت لعبه قدامها عادي جدا. فاللي هو انا مصر دي بديها بالجزمه عادي يعني فاهم. ايوه فاللي هو بس كان لسه بيلعب مصر وكسب بالعافيه فتعالى يا معلم ده انت مش جاي لي يعني فاهم. لا وفي جزء كمان مساعد في الموضوع ده ان يعني هو كده ده اعتقد حاجه متفق عليها ان المواهب عموما في الكوره الفرديه قلت بشكل كبير جدا عموما في كل المنتخبات يعني. فده مساعد ان انا تمام انا بقى في سيستم
فانا مثلا لو مشيت السيستم كده كده المواهب الفرديه قدامي للفريق اللي قدامي ان يكن يعني البرازيل، حتى اللي هي البرازيل دلوقتي انا يعني مش شايف غير فينيسيوس جونيور. رافينيا لعيب بس مش حتته قوي، يعني انا شايف فينيسيوس جونيور بس ان هو تقريبا. المهاري اكتر. تيجي لبلجيكا هو دوكو، المانيا تقريبا ما فيهاش حد، اسبانيا يامال. فدايما هو لعيب واحد، فانا لو قفلت يعني زي ما كان اتلتيكو بيعمل مع برشلونه، لو قفلت الحته بتاعت يامال دي، او لو انت قفلت على اللعيب ده باثنين مثلا، قفلت عليه المساحه وقفلت عليه باثنين، خلاص اللي هو مش هيعرف يعدي واحد على واحد، شكرا خلاص. فبقى في اتجاه دايما في حته ان ايه، طب خلاص احنا مع يعني حته الجماعيه دي، لو احنا بقينا فعلا فرقه جماعيا تمام، حتى لو احنا كافراد كلنا مش تمام، بس احنا يعني احنا هندعم بعض، او هنكون احنا ككتله، هنبقى منتخب نقدر ان احنا نعمل حاجه. عن ان انا في لعيب فردي فانا خايف ان أيوة دوكو فهم. يعني ماتش مثلا، احنا هنيجي ماتش مصر بس يعني حته بسيطه جدا، فكره ان كتير جدا كان زيكو بيرجع مع مع هاني يضم مع عطيه، شكرا انت قفلت على دوكو. شكرا خلاص. غير ان هاني اصلا كان متالق، بس غير ان خلاص هاني لوحده كان قافل عليه. انت خلاص بقى في سيستم معين انا ببني عليه، اذا السيستم ده بيؤدي ان خلاص انا كده كده هدافع، هعدي مرحله لما نزل الدفاع ماتش دي. كان فيردي امبارح نفس الموضوع، نفس النقطه، قفلت عليه باثنين، وبقى في برضه حته ان يعني، وهي مشكله في ان اللعيب دايما السوبر ستار اللي يعني حلوه جدا من حسام حسن مثلا ان هو لعب صلاح رقم 10، ده حل كل مشاكل صلاح حرفيا ان هو يلعب رقم 10. لان تخيل انت لو صلاح هو اللي بيلعب ناحيه هاني دي، فدوكو هيبقى على هاني لوحده اغلب الوقت، حتى لو مال عليه مروان عطيه مش هيبقى زي ان في 3 قافلين الجبهه دي. 3 قافلين الجبهه دي، ده فرق جدا ان دوكو بجد لا في مساحه ولا في حتى ان انا استخدم مهارتي الفرديه عشان اعدي. يعني هو عدى تقريبا ما عداش ولا كوره او كورتين 3 بالكتير يعني. عمالين بنجري لمصر، هنروح لها. ماشي. طيب اسبانيا بما ان احنا جبنا سيرتها كتير، الظهور الاول ليها وناس كتير قوي بترشح اسبانيا ان هي تاخد كاس العالم السنه دي. فايه رايك في الظهور الاول لاسبانيا؟ انا بقى مش يعني مش عارف ده بسبب الارجنتين ولا لا، بس بقى عندي حته كده ان اللي هياخد كاس العالم لازم يتعثر اول ماتش يعني اتعثر اول ماتش سواء بقى هنخسر خلاص يا او جماعه مصر هنتعادل. هتاخد كاس العالم ان شاء الله. يا ريت يا عم، الله يكره والله. بس هو بقى يعني مش عارف ليه حاسس من ساعه مونديال قطر وهزيمه السعوديه دي من في اول ماتش في الارجنتين، انا بقيت حاسس بقول لك ايه، عادي يعني اتعادلت يلا فوق بس كده، اللهم اغسل وشك بس كده عشان هتاخد كاس العالم. بس كمان فكره ان البطوله 48 منتخب، فمش هيبقى فيه مفاجآت يعني، مفيش فريق كبير هيطلع من الدور الاول غير لو ايه بقى يعني، فاهم؟ الثلاث ماتشات، لان هو فعلا احسن لو كسبت ماتش دي هتتاهل. بالظبط. ما هو بقول لك كمان فكره ان الفرق اتعادلت اول ماتش، ايا يكن الفرق اللي هي المفروض بالنسبه للمنتخبات الكبيره دي فرق صغيره يعني، ان هي اتعادلت اول ماتش، لا انت يعني كمان في فرق لو اتعادلت الماتشين الجايين، يعني لو مشيتها 3 تعادلات عادي ممكن تصعد عادي. فده خلى ان خلاص انت خدت النقطه دي يعني ولعت المجموعه كلها. كده المجموعه كلها ولعت، مفيش المجموعه كلها فده يعني مجموعه سويسرا وقطر دي كلهم نقطه تقريبا، كلهم نقطه. فهتشوف بقى الماتش الجاي حتى اللي هيكسب مش هيضمن ان هو يتاهل قوي. مجموعتنا ومجموعتنا نفس الفكره، ماتش ايران ونيوزيلندا. المانيا يعني مش حاسس ده بصراحه، ما حاسس يعني كوراساو. انا فاهم ان كوراساو مش المنافس اللي تقدر تتكلم عنه ان هو منافس جامد او ند او اي حاجه. لا هم كتر خير الدنيا ان هم وصلوا كاس العالم، ان هم وصلوا تمام. وقصتهم على فكره جميله، وقصتهم يعني جميله جدا. الراجل المدرب بتاعهم فاكرين كنت متابع كابتن بيدو؟ مكسوف اقول كابتن بيدو ما كانش بيتابع، مكسوف اقول حاجه خلاص. ما تبقوش زي كابتن بيدو. بس عموما يعني عموما يعني انه اللي اقصده كده كده هم مش منافس ومش مقياس لحاجه في الدنيا، ولكن اللي انا بتكلم فيه متابع حلقات والله يعني، الحلقه دي هتلاقيها فوتت. ما براحتك ماشي. المهم انه حاسه مش هو كده كده مش المقياس، بس المانيا اخر نسختين كانوا بيجوا يهزروا، هم كانوا جايين كاس العالم يهزروا، ايا يكن انا بلاعب منتخب مين وعامل ازاي انا جاي اهزر. هم حرفيا اخر نسختين طلعوا من دور المجموعات بضحك في النسختين، كانوا بيتغلبوا من الكبير والصغير. اي نعم كانت المجموعات بتبقى قويه شويه، بس لا مش مبرر للي حصل. هو كده مش مبرر. بس السنه دي هم جايين، لا احنا مش جايين نهزر زي السنتين اللي فاتوا، مش جايين يعني جايين نعمل حاجه، او على الاقل مش هنبقى الفريق العبيط اللي هنضحك الناس علينا ونقول دول طلعوا من دور المجموعات. بس يعني انا حاسس ان ده برضو قدام كوراساو صعب شويه، بس انا ممكن اقول ان ناجلزمان، انا بحب ناجلزمان بصراحه من زمان، لما كان لو ما طلع كان هو بدأ في لايبزيج تقريبا. فاكر اول بس ما هو كاس العالم اللي فات كانوا مع فليك.
ايوه ما هو يعني ما فيش مشكله، بس هو حاسس كاس العالم اللي فات برضه سيناريوهاتهم كانت صعبه شويه بصراحه. يعني هم بجد ماشي. لا بس هم كاس العالم اللي فات هم شغلوا نفسهم بحاجات بره بحاجات بره صح. الكوره، صح. فكانوا داخلين مش مركزين هي طبيعه والحاجات اللي الالمان، طبيعه بتضحك دي. الالمان يعني. اه عموما حتى فليك برضه لما طلع قال على يامال التصريح ملوش لازمه خالص، لما حوار أيوة. يامال لما تحس ان هو دايما في عرق الماني كده هيظهر، بس أيوة مش أيوة. يعني فليك راجل محترم وجميل بس هو ملاش لازمه، هو ما مش كانش محترم لازمه وجميل، تعلق خالص. عشان بيدرب فرقتك تقعد تدافع عنه، مش يعني قصدي عشان بيدرب فرقتك تقعد تدافع عنه. انسانيا والله، قصدي انسانيا تمام. بس طبعا لا، هو اللقطه اللي هو عملها دي حاجه يعني حاجه مستفزه وملهاش لازمه، وما كانش لها اي سياق، وما كانش ليه لازمه ان انت تقول خلاص انت شايف ان هو يحمل العالم ما يعملش عندها حاجه بتاعته. بس بقى بتتكلم ليه؟ ما فاهم. بالمنطق يعني، هو منطق بياكل نفسه، بتتكلم ليه؟ ما تتكلمش، فاهم. سيبه براحته. كنت عايز اعرف ايه رايك في افضل باك ليفت في التاريخ، كابتن ماركو كوكوريا، والاداء ده بقى الخرافي. افضل باك ليفت من يومين، يوم اكتر من يوم، انا من يوم كمان. مضينا على الصبح. التسريبات بقى لها شويه بس لا كمان اقسم يوم. بالله العظيم ده احلى رياكشن انا شفته في حياتي. يعني انت دلوقتي تمام، انت فريقك منتخب بلدك ما خدش منه اي لاعب في كاس العالم، تمام. طيب ماشي، المنتخب هيلعب امتى؟ يوم الاثنين بالليل. ماشي انا هتصرف. يوم الاثنين الصبح هاتولي اي حد الصبح شوف كانت 12 مين نعرف الصبح نشتريه. مين نعرف نشتريه من المنتخب. المنتخب كوكوريا. طب ما تدي جابوه الحمد لله، دخلنا كاس العالم معانا لاعب في كاس العالم في المنتخب. ما في مشكله والله يعني، مش رضا اقسم بالله العظيم انا عامه عامه ما انا بقول لك يعني هو بيريز ما اعتقدش ان الطريقه اللي انت قلتها دي مختلفه قوي عن أيوة الطريقه اللي بيريز العظم بيختار بيها بيريز بيختار بيها اللعيبه. يعني انا مش فاهم، هو مستحيل يكون بيريز تخيل يعني شاف كوكوريا مثلا هجوميا، هو ظهير دفاعيا مش سيء. بس بصراحه برضه عشان ادافع في حاجه. هو كده مورينيو قال انه التقارير اللي جات له من اربيلوا كانت وحشه جدا عن الباكات ليفت اللي موجودين. باكات ليفت الموجودين عموما وهم ثلاثه حرفيا. فالتقارير اللي جات له ان كلهم وحشين وكلهم سيئين من اربيلوا، فبالتالي هو بناء على التقارير دي هو قرر ان هو محتاج باك ليفت جديد. فطبيعي ان هو يتكلم مع بريز، طب مين باك ليفت ممكن يبقى موجود؟ اتعرض عليه كوكوريا. طيب تمام انا عايز كوكوريا. ده غالبا ده يعني هي لو بس الطريقه دي فعلا مش بعيد خالص، يعني ممكن يبقى عملت يعني كده. بس هو سبب من الاسباب انه جاب هو برضو انا مش يعني ما اعرفش، ممكن يكون مورينيو يعني في دماغه حاجه ان هو هيلعب بكوريا ازاي. بس هي لو هنتكلم ان هي هتتلعب مثلا 4 ورا، يعني هو كوريا اصلا اغلب مسيرته سواء من اول برايتون لحد كان بيلعب في 5 3 ورا، وهو حتى مع المنتخب وينج اللي هو وايد اللي هو بيسموها وايد. طب انت اصلا متوقع انه الصفقه دي ممكن تنجح مع مدريد؟ ما هو حاسس ده معتمد قوي على ازاي مورينيو هيلعب، لان هو مورينيو عادي ممكن يلعب 3 ورا، ما حدش عارف يعني هيلعب ب4 ورا. بس عايز افهم ايه حكايتنا مع الباكات الشمال اللي بقصه كاريراس بس الراجل ده مش بقصه يعني كوريا. لا مش يعني فكره بقصه عموما، يعني في حاجه يعني في شعرهم عموما. كوكوريا مارسيلو اساسا بقى. فاحنا عايشين في ده. ما يعني مش حلوا مشاكلكم عامه. انا حاسس ان عندكم مشاكل اكبر من كده دلوقتي حاليا عندكم مشاكل اكبر من كده بكتير. هنيجي لده بعد كاس العالم، مش قصه خلينا في كاس العالم. خلينا في كاس العالم، نرجع لكاس العالم. انت مستعد اللي هنتكلم عنه دلوقتي؟ الفيل لا المنتخبات العربيه يا عم عادي لسه الفيل في الاوضه، لسه المنتخبات العربيه لغايه دلوقتي اللي لعبت. عندنا قطر لعبت وعملت مفاجاه، ما حدش في قطر كان متوقع ان ده ممكن يحصل، ولا في الماتش ولا في اي حته. مفيش حد في واحد في العالم توقع ان ده يحصل، ان قطر تتعادل مع سويسرا في دي 94 في الوقت بدل الضايع بهدف حلو فشخ يعني. كلها حاجات اصلا مش متوقعه تماما بس حصلت. ايه رايك في اللي حصل؟ هو كده شيء تاريخي ان يكن الطريقه اللي جه بيها، يعني حتى لو قطر ما لعبتش هو كده شيء تاريخي. في اللحظات التاريخيه دي مش هنقعد بقى نقول لك اصل بقى اللعيب ده واصل قطر كانت عندها مشاكل فتمام. وبصراحه الجون صعب قوي يعني. الجون وهو بيتلعب عرضيه، يعني انت قاعد كده اللي هو عرضيه بعدين ايه ده جون في اخر دقيقه يعني في اخر وقت. فبصراحه يعني مبروك ليهم. هم اول نقطه في تاريخهم في تاريخهم وفي تاريخ اعتقد هم اول نقطه، هم اللي فتحوا لنا اللي هي النقط اللي احنا كذا النقطه اللي العرب خدوها بعدين دي بقى اللحظه بعد كده. فلا يعني بصراحه مبروك ليهم. ويعني اعتقد خلاص يعني بنسبه كبيره خلاص، حتى لو
لعبوا على تعادل كمان الماتش الجاي، او ان هم يطلعوا تعادلين او يطلعوا بمكسب وخلاص يبقى هم كده تاهلوا، اعتقد سهله. الموضوع ده فتح ليهم ان شاء الله نشوفهم في دور 32 صح؟ يا رب ان شاء الله. 32. تونس اداء مخيب. تونس اداء مخيب، وكان وقت صعب قوي بصراحه. يعني كان وقت الساعه 5 ده ما حدش يعني مش عارف كمان تقعد، يعني انت صليت الفجر مش عارف تقعد بقى، مش عارف تقعد لان انت هتستناهم ليه. انا قعدت شغلت انا بصراحه نفسي شويه انا نمت وصحيت الصبح. انا شفت الجول الاول، الشوط الاول قصدي، اللي ما جاش فيه اي حاجه، ما حصلش فيه اي حاجه. بس تونس من قبل البطوله احنا متوقعين الاداء الوحش قوي اللي حصل، ويعني ده متوقع. وبعدين اللي شفناه بقى كان مخيب للامال اكتر. انا يعني ما الشوط الاول اللي شفته تمام، يعني كان واضح قوي ان هي مساله وقت للاسف يعني. فاهمك. فيعني مهما كان عمرك ما هتستحمل الضغط ده واللي حصل في الشوط الاول ده. لا واضح قوي ان هم ينزلوا الشوط الثاني، حتى لو الموضوع فتح شويه، بس لو ما فتحش ما خلاص. يعني واضح قوي ان في منتخب، يعني خلاص واضح ان انت شويه كده والدنيا هتفرط منك، الدنيا هتبتدي تفتح بقى على هو انا سمعت اصلا ان هم هيمشوا كمان المدرب لا ده بص، دي ورا قصه اصلا بقى. الكلام اللي طلع من صحفيين بتوع النادي الاهلي دلوقتي، انيس بوجلبان هو المساعد المدرب انيس بوجلبان هو مدرب شباب تونس. تمام. في نفس الوقت انيس بوجلبان مرشح، او مش خلاص مرشح، هو فعليا خلاص هو ان هو يخلص، ان هو يعني. اللي هيمسك اداره السكاوتنج في النادي الاهلي. هو اللي هيبقى مسؤول يمسك سكاوتنج في الاهلي، سكاوتنج في الاهلي كله. تمام. مش متابع القصه بتاعت الاهلي يعني. اخر عرفت المدرب وان وائل جمعه لا السكاوتنج هو انيس بوجلبان اللي هيمسك الموضوع، هو ان هو الوحيد اللي هيبقى معلن في الاداره كلها. حاسس ده شيء، مش عارف ليه حاسس ده شيء كويس يعني. كويس جدا. حاسس هم التوانسه والمغاربه عامه بيختاروا مواهب بطريقه. انيس بوجلبان هو اللي مرشح لنا صفقه معلول، هو اللي مرشح لنا صفقه اجاي، هو اللي مرشح لنا صفقه اليو ديانج. يعني بجد باينه اليو ديانج ده هو 19 سنه. ايوه باينه ان هم عينيهم بتبقى حلوه يعني. وكويس نغير شويه من اللي عندنا. دي حقيقه. فكلموه قالوا له احنا عايزينك هيبقى مساعد في الجهاز. فقال لهم مش معايا تاشيره امريكا وكندا، فلو التاشيره اتحلت تمام اجي لكم على اخر البطوله ان شاء الله. اجي معاكم في البطوله اللي هم عايزين يحاولوا يتصرفوا. ما هو عمال التاشيره تطلع، هيمشوا صبري المشي وهيجيبوا والمساعد اللي هيمسك، وهيبقى معاه مساعد في الجهاز انيس بوجلبان. وده فتره البطوله بس. يعني هو الحل، ما هي البطوله حل مؤقت. بس انا اصلا انت شايف انه صح نمشي المدرب في وسط البطوله؟ هي دي مش في وسط البطوله، احنا في اول ماتش، انت حتى مش مستني لوسط البطوله. انت اول ماتش مشيت المدرب، وحاسس برضو يعني تمام يعني اوكي خساره، بس هو انت خطتك بعد كده ايه؟ انا حاسس ده جزء برضو منه نابع. هو الموضوع هو عباره عن مسكن بس، وبرضو في ناس تقول لك انه ممكن تعمل زي ما حصل مع كوتيفوار، بس برضو كوتيفوار اللي حصل وقتها انه كان البطوله اوريدي احنا خلصنا دور المجموعات، وكان كوتيفوار شبه يعني 90% 95% طلعت من البطوله، كانت خلاص ودعت البطوله. والمعجزه اللي حصلت بعد كده انه طلعت في احسن 4 توالد بالصدفه، بعد ما امه لا اله الا الله اتعادلت، ومش عارف مين جاب جون في مين، وفاكر اللفه بتاعت موزمبيق والقصه دي كلها. فده اللي حصل. ان ميرسي فاي مسك وخد البطوله، فدي كانت مفاجاه وصدمه. هي القصص دي الكوره بتحب القصص دي مش بتتكرر. ايوه يعني مش بتتكرر في كاس العالم. بتحب ايه ده القصه كده، خد عشان دي هتتحكي، دي هتتحكي في التاريخ، دي خلاص. بس حاسس انها مش هتتكرر في كاس عالم، وحاسس انها مش اصح حاجه تعمل في كاس عالم. لا انا شايف بصراحه يعني مهما كان قرار غلط بس بحس الحاجات دي برضو يعني ما اعرفش الكوره برضو عشان ما بقاش بس ما اعرفش الكوره دلوقتي في الاتحاد عامله ازاي وفي الاتحاد التونسي عامله ازاي، بس ده جزء اعتقد هيبقى نابع من سوء تخطيط من بدايه البطوله. انا شايف انه ده هيبقى مسكن بس يتعمل برضو لكابتن عصام الشوالي عشان عشان كابتن عصام الشوالي هو بيعلق على البطوله ما يهزقناش، فاحنا هنعمل كده. طب احنا كنا اتكلمنا بقى عن كل المنتخبات العربيه، بس في حاجه واحده ما اتكلمناش عليها. قول ايه؟ ايوب بوعدي. ايه القصه دي؟ مين ده وجه منين وطلع من فين ويعني ايه؟ يعني احنا كنا لسه بنتفرج على المغرب من 6 شهور. احنا كنا لسه بنتفرج على المغرب من 6 شهور، الواد ده ما كانش معاهم، جابوه منين بقى؟ ويعني ايه 18 سنه وبيعمل الكلام ده؟ بصراحه المغرب عندها، وده بقاله حتى فتره مش من وليد الصدفه، المغرب عندهم اللي هم اكاديميه محمد السادس دي مشهوره جدا، اللي كده اللي بتطلع المواهب. بس الناس في المغرب
ودي النقطه بقى اللي برضو اللي هي تجربه المغرب دي بالذات محتاجه كل المنتخبات العربيه تاخدها كده ونبدا نفصص يا جماعه التجربه دي ايه اللي حصل فيه. يعني حاجات كتيره من غير الاكاديميه بتاعت محمد السادس، الناس هناك حتى رخص التدريب اللي بيدوها، لان انت برضو الناس بتفكر ان مواهب الكورة المدربين اللي يا بتطلع جماعه. ايوه الموضوع ملوش علاقه. انا لو عندي اكاديميه معينه او مواهب معينه في الكوره مش هتطلع عشان هي مواهب حلوه، هي هتطلع عشان وراها مدرب كويس. فده اللي ومدرب كويس ده مش معناه ان هو مدرب كبير كويس، لا. احنا الاهلي النهارده بيجيب حسين عموته. بالظبط. ودراسه انت لازم تبقى دارس ان اي فئات سنيه اللي هي كل فئه سنيه وليها مدرب بطرق تدريب معينه بحاجات معينه هو بيبقى دارسها في الرخص بتاعته. يعني يكفي ان احنا نقول دلوقتي ان رخصه المغرب تقريبا هي الوحيده الافريقيه المعترف بها في اسيا اصلا. يعني انت رحت تتدرب باسيا باي رخصه تدريب من هنا ايوه مش هتتقبل غالبا. انما الرخصه الوحيده اللي بيقبلوا بيها شويه هي بتاعه المغرب، لان هم طفره في القصه بتاعهم، والمنهج التدريبي بتاعهم نوعا ما متطور شويه. غير طبعا الاكاديميات. فهو التجربه بتاعه المغرب دي بصراحه عايز تتركب كلها على بعضها تتفصص ونبدا نشوف بقى يا جماعه الناس دي عملت ايه. طبعا غير كان في قصه ممكن نقولها مش عارف حلقه، كان في حلقه للؤي فوزي كان شارح فيها الطريقه. كان عدى على اكاديميه محمد السادس وعدى لا معلش ما تقولش عشان لؤي فوزي منافس منافس فخلاص. هي عامه الحلقه قديمه كان عاملها عن منتخب المغرب عموما، وكان بيقول لك اصلا ان كان في حد من الاكاديميه دي هو اللي راح للعيال دي ايام ما كان اشرف حكيمي بقى عنده 6 سنين، هو اللي راح وقال اقنع اشرف حكيمي قال له انت كده مش هتلعب في فرنسا. عشان كلهم مولودين بره كلهم مولودين بره. فالراجل ده لف على كل اللعيبه دي وهو اللي جمعهم. ففي النهايه اللي احنا هنستفيده من القصه دي ان في الاخر في راجل عمل شغله، سواء في اللي هو بقى كان في الاتحاد المغربي عمل شغله صح، عمل شغله صح. بس والنتيجه بتحصدها دلوقتي بلد كلها، ومش لازم او بالظبط ومش لازم النتيجه تحصدها في وقتها والله. لا هتحصدها يعني مش لازم انت 10 كمدرب ناشئين تبقى انت ميت قوي ان انا منصبي وبتاع. بس برضو انا عارف ان ده جزء منه منظومه كامله، لان الموضوع محتاج يتغير على اطار المنظومه الكامله. هو مش تغيير، هي مش حاجه هتيجي انت تعالجها وخلاص صح. دي موضوع محتاج علاج لمنظومه كامله. واعتقد المغرب اكتر مثال ممكن الناس تاخده دلوقتي وتشوف محترفين بره محترفين جوه الناس. ودي حاجه فعلا غايبه كتير، جوه الاكاديميات اللي جوه المغرب بتطلع لعيبه غير كمان اللي احنا بنشوفهم هنا سواء في الرجاء ولا في الوداد. لعيبه فعلا لعيب كوره، بيطلع لعيب كوره متاسس صح. فكك بقى من لعيب كوره ده حريف ولا لا، لعيب كوره متاسس صح. يعني متاسس صح يعني عارف اباص استلم اتحرك امتى، تمركزي يبقى ايه في الملعب، فاهم اصلا تمركزي ده. طب لما زميلي هيطلع انا اللي هغطي مكانه ولا في حد تاني هيغطي مكانه. المغرب بصراحه في الحته دي دراسه محتاجه يبقى فيه دراسه حاله للموضوع ده. يعني نتمنى كابتن هاني ابو ريده وهو في عضو في الفيفا وعضو في وعضو في كل المكاتب التنفيذيه الممكنه، انه يقعد مع صديقه كابتن فوزي الاخجع ويعني يقول له بتعملوا ايه، يعني حاول نعرف بيعملوها ازاي ونتعلم منهم. مش عيب ان احنا نتعلم او نبص لتجربه ناجحه ونحاول ان احنا نشتغل عليها، نحاول ان احنا نعمل فيها حاجه. اخر منتخب عربي قبل ما ندخل على البص الكبير، منتخب السعوديه. شفت الماتش؟ شفت الماتش. ايه رايك؟ مش بتركيز. انا والله العظيم ما كنت متوقع. انا بصراحه المنتخب السعودي اللي احنا لعبناه من 3 شهور ده قلت هيدخل هيشيل ال3 ماتشات. هم غيروا المدرب. انا عارف انهم غيروا المدرب مشوا هيرفي رينار وجابوا ميزه ان هم جابوا حد هو حافظ الدوري السعودي وعارف اللعيبه هو حافظ ايوه وعارف طبيعه اللعيبه عموما هناك في السعوديه. حتى الانتقادات اللي حصلت انه ما خدش اللعيبه اللي كانت مكسره الدنيا في الدوري اخر فتره، بس هو كان عايز. لا هو كده هم يعني هو عايز اللعيبه اللي هو عارفها بالظبط. وحاجه مش غايبه عنه ان المنتخب هيروح هيدافع بالظبط. مفيش يعني حاجه. بس هي الفكره كلها ان احنا بندافع ازاي وبنعمل ايه. الماتش الحاجه بس الوحيده بصراحه اللي ظاهره عشان دي لعيبه اوروجواي صعبه جدا بدنيا. يعني هو ده كانت صعوبه الماتش كلها. لعيبه اوروجواي وبيلسا طبعا لان عشان بيلسا لعيبه امريكا الجنوبيه كلها في البدني بتاعهم مرعب يعني. لا وهم يعني في كور كده ودي كانت واضحه في الماتش. في كوره 50-50 يعني ايه، بنجري على الخط فالمدافع سبق فخلاص هيحجز عليها. لعيبه اوروجواي ما عندهاش الكلام ده. انا الكوره 50-50 انا هخليها 70-30 وهروح اخدها. صح. يطلع عليه في الحلقه هيرفي رينار مسك توماس. طب ما احنا لسه لا ناكل بقى الاول. ده رسمي؟ هنكمل السعوديه وبعدين ده رسمي؟ وممكن ايه الهبل ده؟ يا ولا اللعيبه ده واضح ان مصادري حلوه دي بصراحه. ايه الهبل ده؟ هي لعبه حلوه بس مجنونه. يا راجل ماشي. انا بحسب عليك انت. انا تمام. لا ده جنان اقسم بالله. ماشي هي مجنونه
ومعروف ما اعرفش نعم. نتائجها هتبقى عامله ازاي، يعني ما اعرفش هتوصلنا لفين ولا هتعمل ايه ولا هتلحق تعمل حاجه ولا لا. ما اعرفش هيلحق هو يروح على ما- الماتش الجاي اصلا ولا لا. الماتش الجاي هو صح؟ بيروح الماتش الجاي بس تمام. بس هي مجنونه و ماشي يعني اللي تشوفوها توانسه. يعني خلينا نشوف، هي حاجه خلينا انترستد نشوف. عامه يعني يعني انترست بصراحه، يعني انا هتحمس ان انا اشوف الماتش الجاي لتونس واشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. بس برضه ممكن يكون اللي خلاهم يفكروا في الفكره دي او اللي طمعهم في الموضوع انه فكره انا كسبت ماتش اتاهلت، هو طب ما كده كده اكسب الماتش، طب يعني ما كسبت اجرب ماتش ان تلاقي انا انت احسن احاول ان توالت انا او يعني كسبت ماتش وتعادلت اصلا ممكن يبقى ليك انت تاهل على طول. صح. تطمع يعني. تطمع بصراحه. طيب طيب احنا الفيل في القطه، واضح ان احنا وصلنا للفيل في القطه. خلاص بقى، خلاص ما فيهاش. المنتخب المصري. انا مش جاهز انا مش جاهز ان انا اتكلم. انا عايز اسالك سؤال، انت احساسك ايه وانت ماسك موبايلك بتفتح بص تشكيل بتقرا عادي كده حمدي فتحي قلب دفاع؟ يعني انا ما اتفاجئتش قوي، هقول لك ليه بس كمل. انا كنت متوقع انا عملت تشكيله انا اتمناها وتشكيله انا متوقعها من حسام حسن. هو عمل اللي انا اتمناها بالظبط الا حمدي فتحي. يعني هي حمدي فتحي الوحيده اللي مختلفه عن التشكيله اللي انا حطيتها. انا عارف ان هو كده بيثق في حمدي فتحي جدا، وعارف ان هو لو كان لاعب اللعيبه المدربين المصريين عموما بيثقوا في حمدي فتحي جدا. يعني هو الراجل راح الكويت وقال لك خلاص يا جماعه هكمل، او قطر وقال لك خلاص انا هكمل هناك، والناس برضو بتستدعوه. فهو دي حقيقه لا بس هو جامد، هو جامد كده كده ولاعب لا خطير جوكر، وفعلا بيلعب في اي مركز وراجل يعني. سيبك بقى ان هو راجل والجرينتا والقصه واللعيبه بتاعت راجل دي، بس هو راجل وهو بيعرف يلعب كوره. يعني هو راجل لعيب عادي. يعني هو تحطه في المركز لا هيعرف يعمل ده. بس انا المفاجاه يعني انا كنت متوقع ان انت لو ماشي لو انت بتلعب بخمسه فبتلعبه ليبرو تمام، غير كده هو يلعب 6 عادي. بس انت بتلعب اخترت ان انت تلعب باثنين قلوب دفاع، واخترت ان هو يبقى الثاني بتاعك، دي مفاجاه. فبرضو الناس كلها اعتقد ان الناس كلها الناس كلها استغربت، او الناس كلها ما فهمتش، والناس كلها قالت ليه. يعني ابتدى تساؤلات. يعني مع ان المفروض المفاجاه اللي تبقى في التشكيل هي زيكو، الناس تقول لك ايه ده زيكو هتلعبه ولا بس عشان اللي عمله في الماتشين اللي فاتوا منطقي يعني خلى الناس واثقه فيه عادي. بس خلى الناس كلها، يعني انا سمعت الاراء كلها بعد التشكيل بتقول لك ليه حمدي، كله بيقول ليه حمدي، كله بيقول يعني ايه حمدي مدافع. هو يعني انا اعتقد خلينا نعتدل في الجلسه الاول عشان بقى ايه نتكلم عن نعتدل احنا خلينا نقول ان مبدئيا التشكيله اللي نزلت دي فعلا هي التشكيله المثاليه، لسبب هي نفس التشكيله تقريبا اللي لعب بها منتخب مصر ماتش جنوب افريقيا افتتاح اللي احنا كسبناه تقريبا كان كسبناه. كان افتتاح ما كانش الماتش بتاع جنوب افريقيا عموما في افريقيا اللي احنا لعبناه. ليه؟ لان انت منتخب جنوب افريقيا على فكره في البطوله دي كان كويس، بس انت لا بالطريقه دي نفس التشكيله خالص يا بيتو. لا مش نفس التشكيله، نفس اللي هو ان صلاح التكوين الفورميشن، ان احنا صلاح ومرموش هيلعبوا في نص الملعب مش هيلعبوا على الطرف، عشان تبقى انت شلت نقطه ان انت بتضيعهم في المجهود الدفاعي طول الماتش، وانت كده كده عارف ان انت هتدافع طول الماتش. اذا بقى عندنا مرموش وصلاح اتنين كويره في نص الملعب، هتطلع عليهم تقدر ان انت تعمل حاجه، وكده كده المجهود الدفاعي ده متعود سواء بيزيكوا من الناحيه الثانيه او بامام عاشور على يعني في الناحيتين. فانت كده اولا عالجت العيب الكبير جدا لصلاح لما كان بيجي المنتخب ان هو ما بيدافعش، دي ادي كده مشكله اتحلت. استفدت من مرموش ان مرموش على فكره لعيب بالكوره مش افضل حاجه، بس انت كده كده محتاجه في المساحات وهتدافع وهيجري وهيروح وهيجري وهو وصلاح ممكن يلمكوا مع بعض يعني. لا وهتعرف تطلع عليه. يعني هو بصراحه اصلا التفاهم بينهم عالي، فبيعرفوا يطلعوا مع بعض. في ماتش جنوب افريقيا برضو اللي حصل ان صلاح ومرموش كانوا قافلين على الاثنين السته بتوع جنوب افريقيا، فالثلاثه المدافعين اللي بقوا بيحضروا اللعبه اصلا مفيش اي حلول، لان انت كده كده قافل على العنصر، فلازم حد ينزل من تحت قوي يسحب الناس دي كلها. وطبعا اول ما بينزل يطلع عليه سواء رامي ربيعه او اي حد من مروان عطيه او حمدي فتحي يقفل عليه. خلص الموضوع، قتلت الهجمه، قتلت طريقه اللعب بتاعت جنوب افريقيا من الاول. نفس اللي حصل طبعا مع الاختلاف، انت بتلعب بلجيكا بس هو نفس الفكره اللي حصلت، انت قافل على بلجيكا، قافل كل حلول اللعب، عندك لعيب زياده في نص الملعب لما بتلعب بحمدي ومروان عطيه، فانت عندك لعيب زياده يقدر ان هو يسند مش بس مع قلوب الدفاع، يبدا يسند كمان مع هاني او على الناحيه الثانيه بتلعب بمهند ومروان عطيه.
بتلعب بمهند اسف ومروان عطيه، فيقدر ان هو يسند سواء هنا او هنا، يسند على يسند مع الباك اللي هيبقى الكوره. ف100% مش هيبقى حتى في موقف، مش هقول لك 1 على 1، مفيش موقف 1 على 2 دي. انت اغلب المواقف اللي توب كان بيستلم فيها موقف 1 على 3 قدامه 3 عقبال ما فهو مقفول عليه في كل وحتى لو قدامه واحد هاني ما سابوش. وهاني حتى ايوه، حتى هاني ما الكور اللي سابوش. اللي كان هياخد فيها هاني هيستفرد بيه دي ويروح بيها. لا هاني دافع عليه صح جدا. وتقريبا كافو طلع او حد شافنشتايجر طلع وقال ان هو ماتش كبير بصراحه لهاني. ماتش عظيم لمحمد هاني، والجون اصلا مش مسؤوليته تمام، يعني هنيجي للجون بس مش مسؤوليته تماما. يعني انا بالنسبه لي الماتش بيرفكت لمحمد هاني، ما فيهوش غلطه. بالنسبه لي فعلا ماتش ما فيهوش غلطه لمحمد هاني. ده احلى ماتش انا شفته في حياتي لمحمد هاني، وانا اتفرجت على محمد هاني كتير قوي يا جماعه. انا اتفرجت عليه في كل الاحوال وفي كل المواقف. 30 سنه اللي هو الحاجات 30 سنه 30 سنه اللي شفته فيهم. يعني هو عنده 30 سنه، انا كنت حاضر معاه وهو يعني حاضر معايا الرحله كلها. فانا بالنسبه لي محمد هاني بصراحه ده احلى ماتش اشوفه ليه في حياته. ولا لا 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 عظيم، مستوى عظيم من محمد هاني، واتمنى انه يكمل باقي البطوله. اتمنى يكمل باقي حياته على كده. انت فاضل لك 4 سنين في الكوره، كملهم كده ارجوك، بوس ايدك عشان خاطري. لا والحاجه الثانيه كمان اللي كانت ظاهره ان فيها تحسن كبير جدا عن افريقيا اللي فاتت، هي الخطه. واحنا خلاص معانا الكوره. احنا دايما كنا كويسين جدا، الكوره مش معانا فانت بتدافع وقافل. ممكن اقول حاجه في الجزئيه دي. ايه اللي اختلف؟ اللي اختلف انه قبل افريقيا احنا لغايه افريقيا ب 10 ايام احنا كنا بنتكلم حسام حسن هيمشي ولا هيقعد. كان في اللي هو وحتى لما حتى جوه البطوله نفسها انه حسام حسن هيمشي ولا هيقعد، واتحاد الكوره عايز يمشي حسام حسن، وقبلها كان كاس العرب القصه دي كلها. بس بعد افريقيا اعتقد الاتحاد واللعيبه والجمهور جالهم ثقه في حسام حسن انه جماعه ده الراجل بتاع الوقت ده، خلاص سيبوه بقى يشتغل وفككوا، هو مش ماشي، هو قاعد معانا. فحتى اللعيبه نفسهم اعتقد ان هم ابتدوا يتقبلوا فكره، او مش ابتدوا يتقبلوا بس ابتدوا يقتنعوا بحسام حسن كمدرب. يعني ابتدوا يقتنعوا بيه. حتى تلاحظ صلاح في المؤتمرات الصحفيه كان بيطلع يتكلم انه كابتن حسام وبيهزر. لما بدل يعني حسيت انه قشطه، يعني انه عادي، انه حتى لو محمد صلاح اتعصب فشخ من جواه بس هو التزم في الاخر. حتى في اللقطه في الاخر وحسام حسن بيتخانق مع الحكم، هو اللي راح شده. فخلاص اللعيبه ابتدت تطبع مع فكره انه خلاص يا جماعه ده المدرب بتاعنا ومحتاجين نحترمه ومحتاجين نقدره. ممكن يكون طريقته طف، ممكن يكون طريقته مش افضل حاجه لينا كلاعيبه، او مش بيقدرنا او مش شايفنا، بس برضه يا جماعه ده اسطوره وراجل كبير ومحترم، يعني خلاص نسيبه. فعشان ده خلاص بقى الناس سابته، يعني اللي هو خلاص ابتدت المجموعه تثق في بعضها اكتر. ابتدوا خلاص ان احنا منتخب واحد وعايزين نعمل حاجه. وكمان في نقطه لما انت بتجيب برضو مدرب وطني كده بيبقى ليها عامل، يعني حتى مهما لان كده البطولات يعني يا باشا هيفهم اغاني شيرين عبد الوهاب يشغلها، يعني هيعمل صحيح حاجة. يعني هيبقى هيتحمس شويه قبل الماتش، فاهم؟ هيحمسك. لا يعني في حته كمان يهزقك. حته المدرب الوطني دي. دايما البطولات اصلا بطولات دوليه من الاخر، المدرب بتاع المنتخب بيشوف اللعيبه قد ايه، يعني 3 شهور في السنه، يعني في السنه يا هو مش زي بالظبط، يعني ده كتير كمان. ده في بطوله مجمعه، ده لو عملت معسكر كمان كله معسكر ووديات وبتاع، هم 3 شهور في السنه. فانت حاجات كتيره جدا حتى تكتيكيه انت مش هتحتاجها، او فنيه مش هتحتاج تبقى شاطر فيها قوي قد ما انت شاطر انت تجمع الناس دي كلها وتخليهم فعلا يقدموا حاجه، او يبقى كلهم مع بعض. ومع ذلك الراجل عمل اداء تكتيكي اكثر من رائع، اقسم بالله. لا الماتش تكتيكيا كان عالي جدا 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 جدا. وبعدين حاجه كمان، انا مش عارف انت متفق معايا ولا لا، بس انا بصراحه انا اول مره اشوف محمد صلاح بيلعب وهو واقف وبيلعب المنتخب كله. يعني ممكن الناس تقول لك صلاح بيخاف على رجله وصلاح مش عارف ايه، الانتقادات كلها اللي كانت بتحصل. انا عمري عامه ما اقتنعت بالكلام ده قوي، بس انا اوقات كنت لا اوقات كنت بتضايق من صلاح جدا في مواقف معينه. مثلا لما مشي وساب المنتخب في البطوله، يعني دي لا هو صلاح دي مواقف بره الملعب ليه مواقف. لا صلاح مواقفه بره الملعب، جوه الملعب، ما هو ده انت كابتن المنتخب. انا في حاجات كانت بتعصبني، او انه مثلا في ماتشات بيستكبر عليها انه ما يجيش، انا مش هاجي المعسكر ده. دي حاجه كانت بتضايقني، خصوصا انت كابتن فرقه. بس انا دي اول مره اشوف محمد صلاح بيلاعب المنتخب بالطريقه دي. يعني انا واقف وانا اللي بحرك اللعب، فده الدور. انا شايف ان ده الدور
اللي مناسب مع سن صلاح، مع لياقه صلاح، مع فورمه صلاح، وده اللي بتاع اتقال زمان دلوقتي. انه انا واقف وبحرك اللعب كله، وعارف بطلع ده امتى، وعارف بطلع ده ازاي، وعارف بعمل ده ازاي، والتاثير بتاعي. يعني مثلا اغلب مثلا الناس اللي مش كويره قوي هتلاقيهم طالعين من الماتش يقول لك صلاح ما عملش حاجه امبارح، ما عملش اي حاجه امبارح. يعني مش يعني حاسس ان ما هم عملش حاجة. هيبقوا يتفرجوا على الماتش تاني بس تمام. لا بس اتفرج حاسس- عندنا لا يعني انا هنا- حاسس انا في 3 عندنا هنا كور الصبح كانوا بيقولوا محمد صلاح في ما عملش 3 حاجة. كور بصراحه، في 3 كور صلاح طلعهم للكوره طلعها لزيكو اللي حكسها لزيكو دي، وفي كور اللي حكسها لمرموش. انا اسف دول جونين، دول جونين، هو موديك في جونين جونين. هيعمل لك ايه تاني يعني؟ الجون نفسه او الجون نفسه اي طبعاً. لاعب تاني مكان محمد صلاح كانت شلتها في المدرجات، لا كانت شلتها في هو الكورة. الجون اصلا جاي من فكر، يعني هو الجون جاي من فكره ان احنا بنلعب الكره الطويله برضو. دي النقطه، احنا لسه عندنا مشكله كبيره بصراحه بين اوقات كتير جدا. لما بيستلم ياسر او اي مدافع عامه بيستلم، بيبقى عنده مشكله كبيره ان انا مش مضغوط عليا. هو حتى ما بيستدعيش الضغط قبل ما يلعب الكره الطويله، هو بيلعب الكره الطويله على طول. فزي ما انا بوفر على الفريق الثاني حتى ان هو يجي يضغط عليا او ان انا اطلع لعيب بره اللعب، فعلى طول الكره الطويله. بس المره دي كان فيها نقطه ان هاني كان بيتقدم عشان ياخد هو الكره الثانيه لما الكره الطويله تتلعب، فلما يطلع الملعب كله او منتخب مصر كله يميل، هي دي الكره اصلا جايه من الجون، الملعب كله مال وصلاح مال على الناحيه اللي هناك دي، الكره نزلت مش عارف ايه، صلاح راح متحرك اتبسط له عكس الملعب الناحيه الثانيه. امام عاشور طبعا بمناسبة امام عاشور يا كابتن، والله بجد بمناسبة امام عاشور يا يعني كابتن، انا شفت انت الجون. كنت على الكرسي؟ لا ما كنتش على الكرسي ده، انت كنت أنا على الكرسي ده. انت كنت على الكرسي ده وقلت بس انا قلت انا ما بحبش امام عاشور. انا ما بحبوش، بس دي نقطه مالهاش علاقه بان هو عمل ماتش، بغض النظر انه فقد الكره 6 مرات بعد بعد الجول. فكك والله العظيم، لا بس هو تمام، هو كده عمل هو ماتش. لا هو امام عاشور عمل ماتش مش هقول مثالي، ولكنه كان ماتش خطير. هو كان بيدافع وكان بيهاجم، كان بيرقص دي بروين، كان بيعمل كل حاجه في الكوره، وجاب جون في كورتوا. بقول لك ايه، جاب جون في كورتوا دي لوحدها يحطها في السي في مستريح يعني. جاب جون لا هو مش جون اللي هو يعني هو لا جون حلو، هو برضه وسع لنفسه يعني. انا شفت الجون تاني، هو المدافع بتاع اللي هو رقم 15 ديمينور تقريبا ولا مش عارف اسمه منير، راح قوي يعني مش عارف ليه راح يعني. هو امام هاتو بس كده ان هو ايه، انا هجري فانت اجري معايا، وراح راجع استلم الكره تاني. لو عدت الجون تاني انا ما اعرفش هو راح قوي كده ليه، بس فكره ان هو هاتو كده وراح فتح لنفسه المساحه، فخلى الراجل عقبال ما جه عشان يضغط عليه اصلا فتح له يعني كان مفتوح الزاويه ان هو يشوط فيها. لا والجون تسديده يعني، والجون تسديده ما هي احنا خرافية. عمرك ما تختلف على امام عاشور في حاجتين، الجوانب الدفاعيه والشوط. كده الحاجتين دول في امام عاشور من ساعه ما كان في الزمالك ومن ساعه ما طلع، حاجتين ما فيهمش كلام، صعب قوي تتكلم عليهم. الحاجات التانية بقى دي لا ممكن لا ممكن اتكلم عليها دي عشان اي بعيدا بغض النظر عن كده. حتى بتكلم في الملعب، هو برضه امام عاشور اتحط في حته مركز 10 دي وهي مش بتاعته، هو لعيب 8 هو جدا. لعيب 8، ما هي المشكله انه لما اتحط في مركز 10 دي الناس بقت طالبه منه. عشان ما هو انت عشان انت عندك مين لعيبه مهاريه في مصر، هي دي المشكله بقى. الكواليتي صعبه قوي دلوقتي، فانت ما عندكش انت حرفيا. ما هو اللي خلى فعلا فرق قوي مع المنتخب فكره ان انت هي حته صلاح في النص دي، لان صلاح فعلا كواليتي، حتى كواليتي لاعب. وخلي بالك يعني لاعب كوره، الكنترول، الاستلام، اللعب من لمسه واحده. مفيش لعيب عندك كده هيبقى بهذه مفيش لعيب عندك. انت مين لاعب مركز 10 في مصر اصلا؟ قفشه. انا بقول انا بالنسبه لي بعد عبد الله السعيد مفيش يعني. بعد انا اخر حد كان عبد الله السعيد. مرموش ما كانش عاجبني ولا عاجب حد خالص، ولا عاجب. عارف الدنيا بعد الجواز برضو ما بتبقاش مش مبرر يعني. ايه اصلا تتجوز قبل يعني تتجوز قبل البطوله ما حدش يتكلم يعني. ده لو كان صلاح اقسم بالله العظيم كانت مسكت نفخ قبل البطوله. وانت سايب البطوله وسايب المنتخب وراح تتجوز، بس احنا عدينا له عشان بنحبه، وانا والحب جاني والحاجات اللي بحبها المرموش. ما اعرفش ليه فعلا. هل الشهر ده كان هيبقى فارق يعني؟ ما كانش هيبقى فارق في حاجه يا لو اتفقوا ان هم ياجلوا الجواز بعد الشهر ده كان هيبقى في حاجه يعني. كانش في حاجه. لا سيبك من الجواز خالص يعني، اتجوز عادي مفيش مشكله، بس هو في الملعب هو مش مركز. هو يعني تمام، هو حتى لو انت بس انت يعني انت مثلا يعني انت انا معتمد عليك، او انا مستنيك يا مرموش ان انت الكره اللي هتجيلك تعمل لي فيها الفرق. انا غصب عني اللي هعرف اعمله لك في الماتش كوره. هي دي مشكله، اعمل لي فيها الفرق. هي دي مشكله ان احنا معتمدين على مرموش برضو، وده في رايي يعني اللي مش هيخليه يلعب اساسي في السيتي مهما كان. هو محتاج يروح فرقه تانية. يعني اتمنى تبقى توتنهام كده. اتمنى تبقى توتنهام. ولكن الكره اللي لو جات له امبارح دي لو جات له هو في فرانكفورت كان جاب جون 3 مرات. ايوه هو اصلا جايب زيها كل اسبوع في هي الدوري. هتفضل مشكلته مع السيتي فكره ان انت برضو في السيتي محتاج تبقى تكنيكال بالكوره، تبقى انت لعيب بالكوره كوير من الاخر يعني.
ايا يكن هتلعب وينج، هتلعب مدافع، هتلعب حارس مرمى، انت كده كده محتاج الحته دي تبقى عندك. حتى مع السيستم الجديد هم كده، حتى بعد ما جوارديولا مشي هم هيبنوا نفس السيستم بنفس الطريقه. فعشان كده هو لعيب مساحات اكتر، يعني لعيب اقول لك اقرب اكتر لرافينيا من انه يبقى لامين يامال يعني طبعا مع الفرق، بس هو اقرب لحته رافينيا دي، ان انا دايما هاخد المساحه، دايما هجري في المساحه، دايما هيبقى معايا الكوره في المساحه وهفيدك في النقطه دي. بس ده برده مش هيفضل معاه، هو محتاج في وقت ما، لان انت في وقت ما كوينج هتبقى زي صلاح كده في وقت ما. صلاح اول ما طلع كان مهاري وسريع، بس انت في وقت ما لازم الحته التكنيكال عندك في الكوره، خصوصا لو انت وينج، تبقى انت بتحاول تزودها اكتر، لان انت مع الوقت كده كده يا هتتنقل رقم 9 مهاجم يا هتتنقل 10، ما فيهاش حل. لان انت مع الوقت مستحيل تعمل الواجبات البدنيه اللي بيعملها الوينج اللي لسه طالع عنده مثلا 20 سنه. فطبعا هيبقى ده ادفانتج الوينج اللي عنده 20 سنه، فمحتاج تطور. وديت صلاح على فكره ممتاز فيها جدا، نطور الحته دي، وطور استلامته بالكوره ووقفته على الكوره والوان تو بتاعه والتحركات، في حته ان انا عارف ان انا هنا مش هبقى دايم. وبرده نفس النقطه، سلوت كان ممكن يتجاهل كل اللي حصل ده بانه، وده اللي كان بيعمله كلوب في ماتشات كتيره، بانه يدخل صلاح جوه مهاجم. شكرا، بس خلصت. لا سلوت شخصنه مع صلاح، يعني هو سلوت شخصنه مع صلاح كده كده. انت الكبير هنا، طب تعالى انا ما عنديش، ما فيش حد كبير. ما هي دي النقطه. وده برضو يعني احيانا ما بتفقش معاه، بس انا بتفق، بس انا مش ضد السياسه تماما، لا هو انت في اوقات لازم تسيس الدنيا، خصوصا لما يبقى لعيب. وهو حتى ما انا عارف ان صلاح قال تصريح مستفز جدا طبعا بتاع ان انت معايا هتاخد الدوري، ده تصريح بصراحه ما يتقالش، بس ايا يكن. ما هو على فكره ما هو معاه حق، ماشي. ما هو ده وحش قوي يا جماعه. يا جماعه السلوت ده جاي منين؟ كلنا عارفين. انت كنت جاي منين يا اسطى؟ ما كلنا عارفين، بس دي حاجه ما ينفعش تتقال. لا بتتقال، دي حاجه ممكن نقولها احنا يا باشا ماشي، بعض. بس انا دلوقتي يعني مثلا لو انا مدرب ميسي وكريستيانو او ميسي طلعوا وقالوا التصريح ده، انا المفروض ما افتحش. ما بالظبط، المفروض تسايس الدنيا هي، بس تبقى بصراحه ان ده تصرف ده ملك يعني المدينه، ما ينفعش يطلع. بس لا بس برضو انا مش موافق عليه، يعني انه تمام انه مش هنتكلم. هو صلاح عامه هنرجع للمنتخب، والله هنتكلم عن المنتخب. هنرجع للمنتخب. شوبير خلاص بقى اعتقد، خلاص يعني خلاص بقى، خلاص يعني بقى. اعتقد ما بقاش فيه الخلاف بقى بتاع طب شوبير، طب بس مش عارف ايه، اعتقد انتهت يعني. نحبك يا شوبير والله، نحبك. احنا عايزين برضو يعني ربنا يكملك يا ابني، يعني نشوف برضو يعني هو تمام. احنا كسبنا دي نقطه، بس في نقطه مهمه جدا يا جماعه، ان منتخب بلجيكا كان فاتح الملعب قوي، فكان سايب لك مساحات كتير جدا برضو، دي ساعدت شويه. لما هتلاعب ايران ونيوزيلندا مفيش الموضوع. نكسب نيوزيلندا ازاي يا كابتن بيدو؟ نكسب نيوزيلندا ازاي؟ ومبدئيا انا متوقع، هو نيوزيلندا واضح قوي من ماتش ايران الهايلايتس يعني اتفرجت عليها، ما اتفرجتش بصراحه على الماتش، ان هم بالكوره الفجر فكك كويسين. نصلي الفجر وبننام. احنا بنصلي الفجر وننام، ده كده كده اهم حاجه نصلي الفجر. نيوزيلندا كويسين بالكوره، بس عندهم بس انا اتوقع ان هم قدام مصر مش هيريسكوا الريسك ان انا العب مع الكوره ده، هو هيرجع يدافع، خصوصا كمان النقطه بتاعت مصر دي هتطمع باقي المنتخب، او هتخوف باقي المنتخبات شويه. خصوصا ان هو امكانياتهم مش عاليه. المنتخبات دي انت قدام بلجيكا كنت بتلعب على المفاجاه بالظبط، دلوقتي مفيش مفاجاه، دلوقتي انت هيتعمل لك هو ده اللي بغض النظر كمان ان دي مش نسخه بلجيكا خالص بتاع 2018، هم كانوا فاتحين الملعب جدا، بس هي نفس الفكره، انت قدام نيوزيلندا وايران هتحتاج انت بقى اللي تمسك كوره وانت اللي تلعب، ويبقى عندك حلول ان انت تفك الكلام ده. بس ممكن اقول لك حاجه، انا بالنسبه لي انت قدام نيوزيلندا اللي هيخليك تكسب هو ان حسام حسن يدخل اوضه اللبس يدي اللعيبه علقه محترمه، انه القلم اللي يفوقك، انه يا رجاله انتوا اللي عملتوا ماتش خيالي وتسلم الايادي وبرافو يا كذا بس وبرافو لسه يعني ما خلصتش، بس انت ما عملتش حاجه، بس ما تاهلتش، انت معاك نقطه. فالحل في الدش السخن المحترم اللي يفوق اللعيبه، اللي ما نخليهمش يسرحوا زياده عن اللزوم. يعني انت لو ابتديت انك تفكر ان انا كسبت او تعادلت مع كبير المجموعه فانا اللي جاي بعد كده سهل، لا بالعكس، لو فكرت في ده انا والله اي حد قابلني قبل الماتش، او يعني لما كنا بنتكلم قبل الماتش، انا بالنسبه لي بلجيكا طبعا ماتش صعب وبلجيكا وكل حاجه، بس مش هيبقى بصعوبه الماتشين التانيين لو انت عملت نتيجه ايجابيه مع بلجيكا. نيوزيلندا وايران هم اهم حاجه، لان انت ايران اولا زي ما بقول لك منتخب دفاع جدا، فانت محتاج انت بقى اللي تبقى عندك انت اللي تبقى بلجيكا من الاخر، يعني انت هتبقى بلجيكا قدام مصر، فانت بقى اللي محتاج يبقى انت تحاول تحرك لعيبتك اكتر، يخلي فيه مساحات اكتر، تحاول تخلق المساحات دي، لان اصلا المساحات كانت مخلوقه كده كده في ماتش بلجيكا. فاكتر من كده يعني لازم الماتشين دول نبقى احنا حاطين حسابنا على الموضوع ده، انت بالكوره خطتك ايه، هتعمل ايه، الفرق دي نقط ضعفها ايه، وهنلعب هنقدر ان احنا نخترقهم من انهي حته. بس
متفائل شويه. نيوزيلندا عندها الولا كريس وود بتاع يا لهوي ده صعب قوي. قسما بالله في الكوره ده انا اللي بخاف منه في البريمير ليج عادي لما هو بيلعب. الجون الاول بتاع نيوزيلندا في كوره كده طويله راح منزلها على صدره ولف نزل على صدره طبعا باقي اللعيبه بقى طبعا بيحاول حاولت. يسلقوها بس على صدره لف راح مديها. ما شاء الله. يعني خلينا نقول ان ربنا يستر الله وخلينا يستر. نقول ان ده احنا كده- لوكاكو نزل اللعيبه كانت بتعيط كده في الملعب. نبدا نقول ان حلم بقى ان انت تصعد لدور ال 32 وال 16 وهكذا بدا من دلوقتي. بقول لك ايه، بدا من الماتشين الجايين. فكك. انا خلاص ابتديت احط نفسي في حته ان انا رايح نص نهائي. انا خلاص يعني خلاص أنا يعني انا خلاص يا باشا، انا بحضر نفسي ذهنيا لده دلوقتي. خلي بالك بقى عشان احلام اليقظه مش افضل آه، حاجه يعني إن الفتره شاء دي مش الله. افضل حاجه. انا ان شاء الله متفائل بالمنتخب. انا كنت متفائل من قبل البطوله بس ما رضيتش اعلى بالتوقعات وقلت، حتى كنت واقعي جدا، قلت هنتاهل تاني مجموعه وانا عايز اتاهل تاني مجموعه عادي جدا يعني عادي. انا كده كده الله اعلم الفرقه اللي هلعبها مين ايه عامله ازاي، ما اعرفش ايه اللي هيحصل معايا، بس انا متفائل باللي جاي ان شاء الله خير ان شاء الله خير. بعدين احنا هنلاعب تاني مجموعه امريكا اللي هي المتصدر فيها دلوقتي امريكا اصلا. احنا في حته يعني لسه مش عارفين هنروح فين، بس ان شاء الله خير ان شاء الله خير. ان شاء الله خير والله خير. باذن الله. خير. شوف بس الماتشين الجايين وان شاء الله ربنا يكرمك. دي كانت ارائنا، قولوا لي ارائكم في الكومنتس. شكرا كابتن بيدو، تسلم يا ريس. شرفتنا ونورتنا. حبيبي قولوا لي لو يا عايزين نجيب كابتن بيدو تاني، قولوا لي لو عايزين نجيب ناس تانية، بس انا الصراحه عامل تعاقد مع كابتن بيدو لاخر البطوله ان شاء لآخر الله، البطولة إن شاء كملين الله مع يعني. بعض. نتمنى ف- نبقى لذاذ عليكم يعني. يا رب نبقى دمنا خفيف كده ولذوذ عليكم، ونتمنى تحبونا ان شاء الله، ونشوفكم الحلقه الجايه من بودكاست ميري وملكي بعد ماتش المنتخب الجاي. سلام.